المشروع الألماني المجنون اللي كان راح يحول البحر الأبيض المتوسط لصحراء قاحلة. المشروع اللي قاعد نتكلم عنه هو مشروع أتلانتروبا. أول من اقترح هذا المشروع هو المهندس المعماري الألماني المشهور هيرمان سورجل عام 1928. والمشروع كان عبارة عن بناء سد لتوليد الطاقة الكهربائية عند مضيق جبل طارق وإغلاق البحر الأبيض المتوسط بشكل كامل. الهدف من هذا المشروع كان هو توليد طاقة كهربائية مهولة لكل من دول أوروبا وأفريقيا، لكن وراء هاي الطاقة بمصايب سوداء. إغلاق البحر الأبيض المتوسط كان راح يؤدي إلى انحسار مياهه مع الزمن، وبالتالي ظهور أراضي جديدة. وإذا فكرك هاي الأراضي راح تكون صالحة للزراعة، لا حبيبي أنت غلطان. هاي الأراضي راح تكون صحراوية، إضافة أنه راح تزود ملوحة مياه البحر، وهذا الشيء راح يأثر على الحياة البحرية، ناهيك عن إعدادات المناخ اللي راح تضرب بكل الدول اللي مطلة على البحر الأبيض المتوسط. اكتب لي جواب بالتعليقات شنو رأيك بهذا المشروع، ولا تنسى تتابعني